السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقالي كتير ما نزلتش حاجة معاكم. معلش، كل تأخير وفيها خير. النهاردة بقى مع بعضينا هنعمل أكلة اقتصادية وعلى قد الإيد. هنعمل بصارة، أيوة هنعمل بصارة. امي وامي كانوا بيعملوها زمان على فكرة، يعني ما تستغربيش منها. البصارة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فول مدشوش وبصلاية وفصين توم، ونقلبهم مع بعضهم كويس. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هننقع الفول المدشوش دلوقتي بحبة مية كده عشان يبقى يساعدك على طول ان هو يغلي بسرعة ويستوي معاكي. وبعدين واحنا واقفين في المطبخ طبعا مش هينفع نسيب المطبخ مبهدل. نغسل الطبقين اللي في الحوض ونغسل البوتاجاز، وهننقعه شوية البوتاجاز. بصوا انا هرش على البوتاجاز دلوقتي الرش اللي هو بتاع مايوي ده. لو حد طبعا مشترك في مايوي او متابع مايوي، عارفين الباور ده الله اكبر عليه بجد، حلو اللهم بارك عليه. بس هو ريحته جديده بصراحه ربنا، يعني اللي عنده حساسيه ما يحاولش يكتر منه او يبعد، اي تلبسي كمامه يعني وانت بتشغله. هي حاجه الشقه كلها فيها شقه يعني، بس الحمد لله ربنا يجازينا خير يا رب. هنغسل بقى كام طبق حاجه مواعين في الحوض كده. ما شاء الله الله اكبر، المواعين اكتر حاجه تتكاثر عندك في البيت، المواعين والغسيل. تحسي انه يعني ما شاء الله عليهم. هما في حته تانية خالص، في ثواني كوني مروقه المطبخ وثواني تلاقيهم رجعوا تاني. بص انا هغسل البوتاجاز من تحت نضيف، ففي الورق الالومنيا، وانا كنت بخزن حبه طماطم فغليت على البوتاجاز فهي ماسكه شويه. بس الباور ما شاء الله الله اكبر هيطلعها على طول. خلصت البوتاجاز وبعدين عملت الحوض بقى باللهلوبه. الهلوبه برضو بتاعت مايوي، اللهم صل على النبي عليها، برضو حلوه. هنغسل بقى الخضره مع بعضينا كده. وهننزل بقى بالفول، حطيت معلقه سمنه. وهنزل بقى بالفول المشوش بعد ما صفيته من الميه كويس. خدي بالك ما تنزليش الفول وهو فيه ميه عشان ما يطرطش على وشك وايدك. هنقلب تقليبتين حلوين برضو. ما تنسيش بقى لو انت اول مره تشوفيني تكتبي لي كومنت حلو وتدوسي لي لايك كده. هنحط 4 فصوص توم. صلي على النبي وانت بتتفرجي عليا، صلي على النبي وانت قاعده كده. يلا قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادينا بناخد حسنات واحنا قاعدين مع بعض. حطيت بصلايه حلوه. ما نكترش في البصل قوي يعني عشان الاكله دي كلها بصل تقريبا. يعني هناكل الاكله دي وهتلاقي نفسك نمتي وانت قاعده مكانك. بس اوعي تسيبي نفسك وانت قاعده كده تنامي، لا قومي خلصي اللي وراكي. هنخلص كده قلبناها. وهنزل عليها بالخضره. اللهم بارك، والله العظيم حرفيا الريحه بتاعتهم تحفه. الريحه اصلا تحسي ان حاجه حلوه كده بتعمليها، وعامه اي حاجه بتعمليها بحب بتوصل بحب وبتبقى حلوه. حتى الطعم بيفرق، يعني لو جيتي في مره عملتي حاجه وانت مالكيش مزاج، طعمها بيختلف تماما عن حاجه وانت بتعمليها لحب لبيتك وعيالك. ربنا يبارك لنا فيهم يا رب، ويحسن ما بين ايدينا وايديكم. طبعا البصاره لا غنى معاها غير بطماطمايه وبصلايه. قطعناها طماطمايه حلوه وبصلايه قطعناها شرايح. وهننزل عليها بحبه كمون وحبه ملح وعصره ليمون. ونسيبهم مع بعضيهم كده، مع بعضهم يتفاعلوا كده، تحسي المكونات بيخشوا في بعضهم كده. ادي الليمونه كده حلوه. ونركن الكلام ده على جنب بقى دلوقتي. وهنيجي بقى نرجع للبصاره بتاعتنا. البصاره بتاعتنا بقى ده كده خلاص ترغلي، هغلي ده خلاص. عشان تعرفي هي غليت واستوت ولا لا، لان طبعا البصل بيغلي بسرعه والخضره بتغلي بسرعه. بس الفول هي ممكن تمسكي واحده كده بطرف صباعك وتدوسي عليها، لو لقيتيها طريه يبقى هي كده تمام معاك. هننزل عليها ببصلايه. طبعا البصلايه دي للوش بس، يعني للتزيين. خدوا بالكم انا قلتلكوا ما كتروش في البصل عشان عارفه ان احنا هنحط بصل كتير النهارده. هنقلب البصل تقلبتين حلوين. قلب قلب قلب. وانزلي عليهم حبه ملح صغيرين، ما تكتريش الملح عشان لو كترت الملح هتبقى حادقه معاكي، لان ده للوش بس. اهو. يلا بقى صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اديني حسنات وخدي حسنات. حبة ملح صغيرين، خليكي فاكرة انا قلت الكلمة دي، حبة ملح صغيرين. ونقلبهم كويس. بصوا احنا عايزينها تبقى ذهبي كده. هي كده تمام معايا خلاص. هناخد بقى البصرة بتاعتنا بعد ما هديت. يا جماعة خدوا بالكم يعني انا ما جيت ضربتها كده خدوا بالكم كانت بتطلع دخان، فكانت الخلاط كان سخن قوي. ادي كده ضربتها في الخلاط خلاص. بصوا اللهم صل على النبي. ايه يا جماعة ده عسل، والله والله عسل. ادي شكل البصاره بتاعنا، ولا تقولي لي لحمه ولا فراخ. بصي سلام يا سلام، في حته تانية خالص. هتاخدك في حته تاني بجد. وكده احنا خلصنا طبق البصاره بتاعنا. ما تنسيش بقى يا حبيبتي تعملي لي لايك وتقولي كومنت حلو وتصلي على النبي وتشتركي في القناه عشان نبقى اخواتك حلوين مع بعضينا. ولا اله الا الله.